عاصمة ومرحبا كالعادة معاكم فاطمة خبيرة أبراج وتارو. اليوم باش نعملوا توقعات شهر 2 2026 لبرج شكون؟ برج الميزان. برج الميزان حياته العاطفية المهنية العائلية زعما الصحية زعما الدراسية اللي باش يطلع معايا باش نقولوا يا برج الميزان. القراءة عامة للمرأة والرجل. التارو نتاعك هذايا ترى خلينا نشوفوا برج الميزان شهر 2 2026 شنو يخبيلو. ميزان يا ميزان، القراءة لثلاثة عشريات قلتها. بسم الله. باهي تحت باش نخليها حطوها غاديكا. ميزان نعمل هكا خير تجبدليش بالساهل. شقاولك ميزان تحبش تخرج الأوراق. ميزان 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 بس متوقع يا ميزان. أتوقع لك يا ميزان في الحب والعمل والمال. شهر 2 عند الميزان شنو عنده؟ أنا ديما نحكي على الحب منه ما نعرفش. فما ناس تقول لي لا فاطمة نحبوا الفلوس. صبروا شوية يا جماعة الفلوس والخل ديما نسبقوا القلب احنا والحب. باهي فما يا سيدي راني أنا قلت 3 عشريات معناها اعتبارها فما 3 من الناس قاعدين قدامي مرأة ورجل. هنا هذي شنو هي؟ وهي حطهم 3 فاضل هكا. هذوما راهو فئة منكم ماكمش الكل في الحب في العلاقات العاطفية في العلاقات العائلية. بطاقة أنا تعبان، بطاقة علاقات ثلاثية، بطاقة فشل في الحياة العاطفية، بطاقة عراقيل، بطاقة تغيير، بطاقة انفصال، بطاقة أنا مستحق حد يعاوني ويمد لي يد المساعدة. أو أنت مطالب أنك أنت برج الميزان. تفضل برج الميزان هذاك قانونيا مطالب أنك أنت تدفع فلوس. اقرأ لي مرأة ورجل كيفاش تقرأ؟ كيفاش نحكيه لك؟ كيفاش باش نفهمك يا برج الميزان؟ على خاطر كان انا نقراها لرجل الميزان نقولوا اذا انت في ارتباط رسمي ترد بالك ولا الله اعلم، خاطر هذيك طاقه الانفصال طاقه تغيير وطاقه مسؤوليه ماليه او دفعات ماليه قانونيه. دونك اذا انتم عندكم الطاقه هذه رجل الميزان قولوا لازم تكون اكثر سيطره على اعصابك اكثر سيطره على امورك. وراهي الحكايه كلها بعد 3 اوقات تكون لصالحك. شو معناها اذا انا في طاقه الانفصال وفما مشاكل وامور قانونيه واسم عليكم محاكم الجو هذاك الكل قالت راهو في النهايه باش توصل للي انت تحب عليه ولكن اصبر شويه وبلاش تحارب. مريقلين نبعدوا شويه على الرجاله نمشيو للستات. ستات متزوجات او في علاقه رسميه هي قاعده تقولها خساره علاقه عاطفيه انهيار تغيير مساعدات عندك انت حبيبتي. يعني فما شكون باش يساعدك ماديا. لا هذيك علاش انا نقول لازمني نقرا المراه شيء وللرجل شيء ما تقراش نفسها. دوك مولوده الميزان المراه اذا هي في باب طلاق لطف عليكم راهو الله اعلم راني انا خاطر هي الطاقه هكا خارجه معكم نجم يصير. اما انا فما برج ميزان معناها ما نعرفش غاديك في الثلاثه ذوكم في 3 اوراق ذوكم تقولي انا ما نحبش نطلق هو يحب يطلقني. انا ما نحبش نفصل الانفصال. معناها الانفصال شو معناها حسب رايك؟ معناها واحده مخطوبه خطيبه بطل قبل ما يكون خطيبي شو اسمه؟ حبيبي اسمه صاحبي. ها صاحبي هذا ولا حبيبي ولا خطيبي؟ انت وين فانا مرحله توا نحكيها بالعربي هكا بالتونسي خير. هو جبد روحه هو جابد روحه هو مشى يشوف واحده اخرى هو عنده واحده اخرى تقبلي ذلك. تقولي ليش ملايكه راني انا نبدا نعرف الشخص اللي قاعده نحكي لك عليه. بلاش تقولي لي ملايكه وخالتي ما يعملهاش. عنده ظروف عائليه عنده ظروف مهنيه. انا قلت لك عنده علاقه ثلاثيه. شو معناها علاقه ثلاثيه؟ معناها فما واحده اخرى خلاك انت باش يختارها هي. تقولي لي علاش؟ نقول لك على خاطر هو انسان مصلحجي. معناها هو شادك انت قايمك شنو هي خدمتك شنو هي النيفو نتاعك وين تسكني ش عندك ش ما عندكش شكون باباك شكون يومك شنو هي النتيجه شنو هو كي ياخذك ولكن باش ياخذك باش يطلع منك انت مريقل. والاخرى اي الاخرى يا اخي هو كي عمل
الوزن نتاعو، معناها شكون اللي زعما خير، شكون اللي تصلح به خير. يا اخي يا اخي يا اخي، والله اعلم، يظل يلقى الاخرى هي اللي خير. وهذاك علاش حاب نحييك، معني ما عادش تساليني، ما عادش تسالي روحك، ما عادش تقولي علاش. مولودة الميزان قلت لها الشريك هذا هو شريك سام في الاصل، وانت في بالك بيه وعامله روحك ما في بالكش. ها ولا في بالك وقت هو توا قاعد، خاطر فما فئه منكم مازال ما اعلنش الانفصال الراجل اللي معاها. هي ما بالطبيعه ما يلزمش يعلنها، وما ينجمش يجي يقولها لك بطبيعته، بالطبع بتاعه ما ينجمش يقولها لك. هو يقعد يغطس ويرجع ويمشي ويجي ويتسبب ويعمل بلوكات ويعملهم الكل باش انت لعل وعسى تفهمي روحك. كنتي تو ما فهمتيش، هاني انا لازمني نقولها لك. الله غير تغشي مني تغش. انا مرأة فتاة الميزان قالت لها شهر 2 تحلي عينيك. انا ديما نقول لك حلي عينيك على خاطر انا اوراق لهنا. قالت لها انتبهي، الشريك ملاعب، هذيك لغه الضرب. زادت ورقه اخرى قاعده نغزر لها غاديك، قاعده نغزر لازم نحكيها لك. قالت لها الشريك مستغل، الشريك مادي، الشريك انصب هو مع روحه ولتاها هي 4 اوقات بالتالي، معناها 4 كي خواتي مش 4 سنين ولا شد روحي بالكف كانت تبدي قاعده معها 4 سنين. الراجل هذا 4 شهور يا سيدي، 4 جمعات قعد مع روحه، خمم مليح، قال يا هذي يا هذي يا هذي يا هذي. دونك هو مشي وين مصلحته حبيبتي. برسمكم راهو فما حاجه انا باش نزيد نقولها لمرأة الميزان ونسكر الموضوع. هذه بطاقه، هذه الساحره، الساحره مرأة او رجل. راهو فما فئه صغيرونه اللي هو نجم يكون تم جذبه لوحده اخرى، معناها هكا الاخرى عملت له سحر باش جبدته. فئه معناها 30%، 10%، 20%. بقيه يا مواليد الميزان قالت لها ردي بالك راه مشى بمخه، معناها بلاش تقولي لي لعبت بيه، باش تقولي لي سحرته، باش تقولي لي فكتهولي، بتقوليليش هو ضعيف الشخصيه وهو انسان مادي وهو اللي مشى له. انت توا واش تعملي؟ واش تعملي؟ شوفي بنتي، شوفي خوفتي عزيزتي الغاليه، انا وعلاش هذا الكل وين هكا ها اللي هما. قالت لك انتبهي والله وراسك انت. شوفي قالت لك ايها الملكه يا حبيبتي عندك فرح من بعد 3 اوقات، معناها قومي، معناها امسحي دموعك، معناها بدلي اللوك، معناها بري دوشي، معناها بري ماكيجي، معناها بري اخرجي اعملي قهوه، معناها ما نعرفش انا شو تحبي تعملي يا خالتي. اخرجي من اللي انت فيه، انسي هالاماني وراه داخل واحد اخر. وهي قالت لك وين باش تلقيه؟ قولي لي وين باش نلقاه؟ راني قاعده في الدار، راني ما نخدمش، راني نخدم وما عندي حد. قالت لك ربي سبحانه باش يرزقك. ريتاي هذه بطاقه ربي سبحانه باش يرزقني بالزوج الصالح او بالعلاقه الصحيحه. بعض عباد يتغشوا كي نقولها بالزوج صح، تقولي ما نحبش نعرف حب على حد معايا في حياتي وكا. دونك راجل في حياتك وكا ما يهمنيش فيه انا شو تحبي منه. انا اللي يهمني انه فما حد خارج من حياتك وفما حد داخل. اللي خارج قال تومي لوحي وانسيه وقومي وامسحي دموعك وانسي الموضوع، والجديد راهو داخل على نيه طيبه. سمعتي وخيتي؟ سمعتي يا بنيتي؟ نمشي للخدمه. برج الميزان امورك الماديه العمليه هذه بطاقه تغيير. عجبتني امورك الماديه، فرحت الميزان شرفني. تقول بعض مواليد الميزان تصحيح عقود. صح شنو فما اخر؟ تغيير مشاريع، تغيير افكار، تغيير فما حاجه فيها تغيير وفيها فلوس وفيها ايجابيات. خاطر هذيك بطاقه الشخص فرحان، الشخص باش يفرح وان شاء الله يا ربي يفرحك ماشي بامور ماديه عمليه. ولهنا قالت لك باش تبعد على خدمه نتاع بنتك ولا على مشروع نتاعك. هادم لهنا شوفوا باش نلمهم. وهناش قالت دايا الملك قال انا راني ما تعرفونيش برج الميزان. دايا الملك اللي هو رجل الميزان وفتى الميزان. اش قال لنا؟ قال الشهر هذا شهر 2 انا عندي زملاء او صحاب باش يدعموني. زوز فرسان معناها بالنسبه لي انا زوز 30 اعمارهم 30 من بين 30 ولا 40. انتي باهي تنقول حاجه خاطر هذوما جماعه الثلاثينات وهذوما جماعه الاربعينات وحتى جماعه الخمسينات ماشي. خاطر انا عندي ورقه واحده اعمار كبيره. دوك الاعمار هذوما يا انتوما اعماركم انتوما يا ابراج الميزان
يا اعمار الناس باش تعاونكم في الخدمه، شركاء مهن، شركاء المهنه، شركاء العمل. باهي عجله الحظ لهنا تدور لصالحك. قالت ابتداء من عندي 9 معني نهار 9 نهار 10 نهار 4 ما تقوليش بركت بهم، انا عندي هكاكا توا هما، وعندي نهار 3 وعندي نهار 6 وعندي نهار 4 متكرر برشا. نهار 4 معايا 4 في الشهر، شهر 2 نحكي على شهر 2 في 26، ولكن نحكي لك على ايامات تقول لي شو فاطمه. باهي ها شهر 2 هذايا قالت لك فما فئه منكم باش يرتبوا امور مهنيه، باش يحل مشروع، باش تاخد بطاقه فلوس، بطاقه ربح مالي وانتصار قانوني وانفراج. قالت انفراج في شراكات مهنيه، دخول في شراكه مهنيه مع ناس تشبهني، تغيير ميدان العمل. ولكن هي قالت هنا باش يدور عليا ميل، معناها معظم ابراج الميزان باين بالنسبه لي انا فما حاجه جديد، حاجه تفرح، حاجه فيها نقله، حاجه فيها فلوس. معناها فلوس باش نبدل المشروع، باش تجيني شركاء مهن، باش يكون عندي صحاب جدد، باش يكون عندي برشا حاجات جديده. امورك الصحيه ماشي باش نتكلم برشا، ولكن هي قالت لك مشكلتك نفسيه اكثر منه جسديه. اللي يقول لي عكس ذلك نقول له ربي يشفيك. ولكن غاديك عندي 3 حاجات. برج الميزان تعبين جسديا نفسيا، القلب، امورك النفسيه. معناها انت مشاكلك حب الحبيب، حب الامور الماديه، حب الامور المهنيه، نحب يكون حب في حياتي. وبعدها تقول لازمك تكون مكش متذبذب في الافكار، لازمك تكون متوازن، شويه حب شويه خدمه شويه امور صحيه شويه عائله. نحكي للمراه والرجل كيف. وغاديك قاعده تقول لي الملكه والملك اللي هما المراه والرجل الميزان. قالت هذا الشهر ما عرفتش نقول لك الكلمه، عرفتك اللي يقول لك باش تتنفس السعداء ولا كيفاش، المهم باش ترتاح. ولا انا نحكي في الشعارات هذيا، انا قاعده نشوف انك انت باش تشعر براحه كبيره عائليه عاطفيه مهنيه يا ميزان هذا الشهر. ولكن لازم نقولها ونعاودها، قلبك هو اللي متعبك، مشاعرك هي اللي متعبتك، طريقه تفكيرك هي اللي متعبتك. صلح وما تطلبش من الناس تتصلح، انت هو اللي تتصلح يا ميزان. تو يتصلحوا الاخرين، ما يهمناش يتصلحوا ولا اقل ما يتصلحوش، ما يهمناش، احنا نصلحوا رواحنا ماشي. النصيحه في الحب، النصيحه في الحب والله براسكم انتوما هي بطاقه الملكه اللي هي المراه. النصيحه قلت لها فما فرحه وفما سعاده وفما استقرار. وهنا قلت زادة للمرأة النصيحة في الحب، وتقول فما بيبي، فما عقار، فما سفر، فما عودة غائب. ولكن للبعض أسفة بنوتي والله لا غائب. لازم نقول لكم هذه قلت لها راكي يا بناتي راكي في علاقة سامة، راهي هذه بطاقة شخص غدار خاين انفصال كذاب. شنو السب اللي باش نقولوا وانا عليه باش انت تقتنعي لهنا انه بعض منكم انه الشخص اللي معاك لازمك تخليه سيبي تو يجي غيره ماشي. هذا ما حب راه يا جماعه. رجل الميزان في الحب كشف اسرار. النصيحه الاولى استنى مره حكوها لي. انا راني كي نقول كشف اسرار معناها انت تكتشف اسرار على الشريك او الشريك تكتشف عليك انت اسرار. مريقل فهمتني باهي. ولكن هذه باهي مش والله. النصيحه قالت لك ترد بالك على اسرارك معناها والطرف الاخر قد تعرف عليه احداث، تعرف عليها حاجات يا رجل الميزان. شريكتك، مرتك، زوجتك، خطيبتك، حبيبتك، مع شكوني علاقه ثلاثيه اللي هي المراه اللي في حياتك، فما حاجه مخبيتها. تقول لي شنو هي شنو مخبيه عليه؟ ما نقولكش غير تعرف واحد. هذه لهنا قالت لك انت راك في بلوك. البلوك معناها النصيحه معناها فما جماعه معناها بكري انا نحكي انتم مش تسمعوا. معناها انت مازلت في بلوك، مازلت قاعده تقول لي انا نحبها، انا حاجتي بها. هذه بطاقه الانهيار وقد تعرف الحقيقه. وهذه بطاقه قالت
من بعد متاعب كبيره قد يصير الصلح. اسمع يا ويلة، بالنسبه لي بصراحه معناتها وين نعطيك في نصيحه رجل الميزان، نجم تقول لي بعيوبها السبعه انا نحبها، ما تدبروش في انا معاك، حبها خويا الغالي، هذيك بطاقه الصلح. ستة، رقم ستة شنو اخر في الصلح؟ باش يعاونك مرأة ورجل باش يعاونوك على صلح مع المرأة اللي انت حاجتك بها اللي تحبها اللي هي معاك. عندي وقتي ولا راسك انت وقتي تفضل لها ريتم هذايا حب، هذوكم وقتين فما صلح بين الشريكة. وهنا قالت هاو ينجم يكون هالشيخ هذاك ونجم يكون ما نعرفش رجل كبير شيخ هذاك بطاقة الحكيم. وهنا عاودت لي رقم 2 وهنا عندي صلح في رقم 6 ماشي معناها اي راجعين لبعضكم من غير ما تقعدوا تخمم باهي خايبه انت حر. انا اللي يهمني فما صلح ورجوع نمشوا للخدمه. هاي نمشوا نصيحه في العمل تراه للميزان. ميزان خارج من خدمه وداخل في خدمه اخرى، ميزان خارج من مشاريع وداخل في مشاريع اخرى. ميزان قالت لك هيا من الاخر في الامور المهنيه لازمك تتطور، باش يطلب منك التطور المهني. وهنا زادتك فما عمل، وهذا العمل قالت لك انت سبق وحكيت فيه قبل او حكاو معاك قبل. رد بالك في الامور المهنيه، بس هي قاعده تقول من اشخاص ولا بلوختي انا هذيا العاميه حد يحفر لك، عرفتها هذه بطاقه حد قاعد يلم عليك في اسرار. وهذه حد رد بالي من انهيارات معناها من سوء تفاهم يسبب لي اني انا قاعد في الدار ولا معنيش باش نخدم ولا مع بلوك مع ناس معينه في الخدمه. لهنا قالت لنا النصيحه الافضل هكا باش نحطوا نسوز مع بعضهم مراوره في الخدمه يا جماعه. بطاقه فما الجديد وفما حلول في حياتك. وهنا قالت نعاود نأكد لكم انه على مستوى مهني عاطفي عائلي قانوني فما الجديد لصالح الميزان. ان شاء الله يا رب يوفقك يا ميزان. باي باي.